تعالوا نخزن الباميه مع بعض بطريقتي واقول لكم ازاي انا بحتفظ بيها من السنه للسنه وبتفضل خضره وجميله زي ما انتم شايفين بالشكل ده كده اهو. الكيس ده عندي من السنه اللي فاتت، شايفين بسم الله ما شاء الله. يلا بينا نسمي بالله ونبدا. اول حاجه بعملها عشان خاطر بناتنا الحلوين سنه اولى مطبخ، بجيب الباميه بتاعتي وبقمعها. يعني ايه بقمعها؟ بقطع البوز بتاعها من هنا كده الرفيع ده، بس مش كتير، حته صغيره خالص بالطريقه دي كده اهو. وبجيب القمع اللي فوق كده اهو وبلف بالسكينه بالطريقه دي كده اهي، بمشي كده اهو وبقمعها بالشكل ده كده اهو. ما بقطعهاش قطع كده بالسكينه، لا، اهم شيء بخلي الحته دي سليمه زي ما انتم شايفين كده اهو. واحده كمان اهي، بوقف السكينه كده اهو وبلف بالطريقه دي كده اهي بالشكل ده كده. وعشان الباميه تفضل محتفظه بطعمها من السنه للسنه من غير ما طعمها يغير، بسيب الباميه سليمه زي ما هي كده، مش بعمل لها فتحات من هنا بالسكينه ولا حاجه، لا، بسيبها سليمه زي ما هي كده، بتفضل محتفظه بطعمها من السنه للسنه من غير طعمها ما يغير. وعشان كده الافضل لما نيجي نخزن الباميه نخزن الباميه الصغيره. الميه هنا بتغلي معايا، هنزل فيها بمعلقه سكر كبيره. معلقه السكر بتخلي الخضار يحتفظ بلونه. ومعايا ليمونتين، عصرت واحده وعصر التانية. الليمون بيبقى ماده حافظه لاي خضار بتخزنيه، والسكر برضو بيبقى ماده حافظه، بس في نفس الوقت بيخلي الخضار يحتفظ بلونه. كده عصرت الليمون بتاعي اهو، وهنزل بالباميه. الميه بقى على حسب كميه الخضار اللي انت بتخزنيه. يعني لو بتعملي كتير هتعملي في حله كبيره، لو بتعملي مثلا كيلو ولا حاجه هتعملي في حله اهي صغيره بالطريقه دي كده اهي. هحسب لها من اول ما نزلت الباميه بتاعتي في الميه السخنه، هعد لحد 10، بس طول ما انا بعد ايديا شغاله من فوق لتحت بالطريقه دي كده اهو. بالطريقه دي كده اهي، بجيب من تحت لفوق من تحت لفوق اهي. كده، وهبدا اطلع بقى في المصفى على طول. اصفي من الميه السخنه بالطريقه دي كده وهطلع اه. ما بطولش عليها في الميه السخنه اهي. انا ما فصلتش التليفون معاكم في الفتره اللي انا حطيت فيها الباميه في الميه اهي، عشان تقدروا الوقت بالظبط. كده طلعت الباميه بتاعتي كلها اهي. واروح بقى على الميه الساقعه بسرعه. اول ما بطلعها من الميه السخنه على طول بنزل بيها في الميه الساقعه بالشكل ده كده اهو. اهم شيء ما تزوديش عليها في الميه السخنه عشان ما تتسلقش منك وتبقى مش حلوه. بالطريقه دي كده اهو، وهطلعها من الميه دي وهغير لها الميه.
الطريقه دي بقى بتقعد معايا من السنه للسنه من غير ما يحصل لها اي حاجه او تغير في طعمها. طفيت من عليها الميه وهضيف لها ميه ساقعه كمان. الطريقه دي انا بخزن بيها الباميه بقالي 12 سنه بفضل ربنا، ناجحه معايا. كل اللي ده الباميه عندي لا طعمها غير ولا لونها غير ولا اي حاجه خالص، بتفضل محتفظه بلونها وطعمها من السنه للسنه. بالشكل ده كده اهو. غيرت لها مرتين بميه ساقعه من التلاجة، كده الباميه بقت ساقعه معايا ما فيهاش اي سخونه، والميه نفسها ساقعه معايا، كده الباميه اتخلصت من اي سخونه فيها. هطلعها بقى من الميه وهصفيها في مصفى، وهقعد المصفى على حاجه لحد ما تصفي ميتها تماما. المرحله دي برضو مهمه جدا، اهم شيء صفاها من الميه تماما وخليها تنشف معاكي قبل ما تعبيها في الاكياس عشان ما تعملش حبيبات تلج وهي في الفريزر. سبتها حوالي ساعة أو ساعة ونص تقريبا لحد ما نشفت من المية تماما زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده اهو. لو كنت عبيتها بالمية بتاعتها المية دي كانت هتعمل حبيبات تلج على البامية وكانت هتغير من طعمها بعد فترة. شايفين كمية المية اللي نزلت منها قد ايه؟ المية دي بقى لو فضلت في البامية هتغير طعمها بعد فترة في التلاجة زي ما قلت لكم.